النهارده هنتكلم عن الحياة 19. وصل لفين؟ خدماته اشتغلت؟ اقدر اسكن بعد كام سنة؟ الدنيا ماشية فيه ازاي؟ اسعاره تبدأ من كام؟ الحياة 19 فيه تنازل ولا لا؟ امتى اعمل التنازل وامتى اجيب المالك وامتى اعمل تنازل لنفسي؟ نتكلم على كل ما يخص الحياة 19 والاحياء الشرقية ونسبة المباني. كل الكلام ده هنتكلم عنه في الفيديو ده. حطوا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، اعملوا شير الفيديو عشان الكل يستفيد. انا هنا عشان اطلع الحي 19 بمشي من عند الحي 16. لو خدت بالكم اللي على ايدي اليمين ده كله اسكان الحي 16، اللي على ايدي الشمال ده كله هيبقى حديقه مركزيه اللي هيفصل ال 19 الحي 19 وال 20 21 من الحي 16 وال 15 والاحياء دي هي الحديقه المركزيه. ناس كتير بتقول ايه الحديقه المركزيه دي؟ هيكون عباره عن ايه الحديقه المركزيه دي؟ يعني هتبقى، بص يا اسماء، دلوقتي يعني الحديقه المركزيه دي اسماء ما بين العاشر القديمة وحدائق العاشر من رمضان. انا هنا دخلت اهوت لحي 19، ده كله حديقة المركزية. الحديقة المركزية وبعد كده الحي 19 والحي 20 اللي على ايدي اليمين دوت هيبقى الحي 20، على ايدي الشمال الحي 19. حطوا لايك كده، ولا حابب يشتري اي حاجة في مدينة العاشر من رمضان، حابب يشتري بيت، حابب يشتري شقة، حابب يشتري ارض، الرقم للتواصل. هقول الاسعار كمان عشان مش تتصلوا اللي معاه 500 الف واللي عايز حاجة اقساط، مفيش اي حاجة من الكلام ده. اسمعوا الفيديو كويس عشان هقول الاسعار كمان تبدا من كام، وهنتكلم عن الحي 19 ومميزاته وعيوبه واقدر اسكن فيه امتى. وطبعا زي ما انتم شايفين كده لسه صحراء. انا العربيه اللي هم الناس اللي مشوا دول راحوا من حي 20، وانا كده دخلت على الحي 19 اللي على الشمال ده كله حي 19. الحي 19 فيه 7 مجاورات، وزي ما قلت لكم الحديقه المركزيه هتخدم الاحياء دي. هي مش كبيره قوي للدرجه ان هيبقى فيها مدارس خاصه ولا كده، بس ممكن يعملوا فيها مدرسه، جامع، حضانه مثلا، وحده صحيه، سناتر تخدم الاحياء دي. ماشي، يبقى الحياة 19 زي ما احنا قلنا فيه 7 مجاورات. هتتفرجوا كده على الحياة 19 وانا هتكلم عنه. عندك مجاورة، مجاورة 2، مجاورة 1 ومجاورة 2 ومجاورة 3 باصين على الحياة 20، مجاورة 3 ومجاورة 5 باصين على الحديقة المركزية، مجاورة 5 ومجاورة 6 ومجاورة 7 باصين على الحياة 18، مجاورة 1 ومجاورة 7 باصين على الحياة 22. خدمات الحياة 19 دي فين؟ او الاحياء الجديده كلها تعتبر ما عادش لها خدمات زي الاول. يعني المجاورات كنت كل مجاوره في القديم تلاقي مثلا كل مجاوره سايبين ارض فاضيه كبيره جدا جدا جدا، ده في المجاورات، ودي تبقى فيها بقى خدماتها. في مجاورات ما فيهاش اي خدمات، كان خدمات فاضيه على ما يعملوا خدمات في المجاورات. لكن الاحياء انا شايفه ان الاحياء الجديده كلها ما عادش فيها زي مثلا المجاورات. يعني يعني الحي بيبقى في، يعني الحي 19 ده في 7 مجاورات، المفروض في كل مجاوره يسيبوا مساحه كبيره تبقى خدمات المجاوره دي. لا، هما ماسكين بقى الحي مثلا زي 19 كده وال22 على فكره، وكل الاحياء الجديده سايبين ال7 مجاورات دول لافين حوالين مساحه كبيره فاضيه سايبينها، ومسمينها دي الخدمات المركزيه بتاعه الحي، اللي هيبقى فيها بقى وحده صحيه مثلا، مدرسه، جامع، مدرسه ابتدائي واعدادي، سناتر. فال7 مجاورات في الحي 19 باصين على الخدمات دي، او باصين على القطع الكبيره الفاضيه دي اللي هيسموها خدمات المركزيه بتاعه الحي، خدمات المركزيه للحي. يعني مثلا زي مجاوره 1 ومجاوره 2 ومجاوره 3 سايبين مساحات صغيره جدا جوه المجاورات دي، هتبقى مثلا فيها جامع، اخرها جامع مثلا، بس مش هتاخد مدارس. مش زي يعني مش زي المجاورات القديمه. المجاورات القديمه زي ما قلت لكم ان كانوا بيسيبوا مساحات كبيره جدا. يعني مثلا كنت الاول في ال 24 مجاوره 24 كان قدامي البيت عندي مساحة فيها كمان، يعني اقول كام فدان، ممكن فدانين 3 4. دي كلها خدمات المجاورة ال 24. ما كانش موجود في الخدمات دي غير جامع واحد بس. فانا كنت يعني احنا المفروض كان المجاورات بس علشان بقى يستفادوا باكبر قطع اراضي فاضيه يطرحوها للبيع، ما عادش بيسيبوا خدمات كتير جدا او اراضي فاضيه كتير في الاحياء الجديده. لا، كل مجاوره فيها قطع صغيره كده، تبقى مثلا لو هيبنوا جامع او حاجه او سنتر، وبيجوا كده يعملوا خدمات مركزيه تلف عليها المجاورات بتاعه الحي. كده فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي؟ تعالوا بقى الاراضي العقاريه دي كلها، الاراضي او اكبر نسبه مباني فين؟ اكبر نسبه مباني موجوده في مجاوره 1. او انا شفت لحد دلوقتي مجاوره 1 هي اللي فيها مباني. ممكن مجاوره 2 فيها قليل جدا، بس انا مش فاكره مجاوره 2 فيها قطع 276 ولا 500. لحد 19 فيه قطع 276، ويعني مجاورات 276 ومجاورات 500 فاقصى.
اللي استلم دلوقتي او اللي الناس اشتغلوا فيه ال 276. شايفين اراضي العقارات دي كلها، الحي اللي على ايد اليمين ده ال 20 والشمال ده كله 19. شايفين البيوت القطع العقاريه دي كلها ناس بتغني في الاسعار في 19، ودلوقتي رافعين السعر زياده عن اللازم، عاد ما قرب ال 25 وهو لسه قدامه فتره طويله على ما يسكن او يكون في خدماته اللي هيخدموا الحي ال 20 دلوقتي. فاللي بيبيع هناك يقول لك انا ببيع اصلا في وش الاسكان، في وش اسكان ال 20 في وشي، هتفتح محلات من الصبح. كل المحلات دي مخالفه عشان تبقوا عندكم خلفيه. وانا ما بيجي حد مثلا يشتري بنقول المحلات دي مخالفه، بس الناس بتفتح محلات، بس هو مخالف. المحلات في مدينه العاشر من رمضان او المدن الجديده بتبقى لا في سناتر لا في مولات، لكن زي ما انتم شايفين الاهالي كلها بتفتح محلات في الارض. ناس كتير بتفتح، ناس كتير بتفتح في البيوت اللي على الطريق، وفي ناس بتفتح في بيوتها في المجاورات جوه، بس مش بتبقى زي المحلات اللي على الطريق. فاللي هيبقى البيوت اللي على الطريق دي كلها اللي بيغنوا في الاسعار دي كلها حضرتك مش هتبقى في وش الاسكان قبل. يعني شايفين الارض الفاضيه اللي في وش الاسكان دي كلها، دي كلها قطع اراضي في الحي ال20 هتتسلم، دي اهالي قطع 500 متر فهتبني، فهيحجب الحي 19 عن الاسكان الاهالي بتاعت الحي ال20 دي. هي هتبقى على طريق مثلا تقدر تفتح مشروع فيها ماشي، بس مش هيبقى زي المكان، هتبقى في وش الاسكان. فالافوره في الاسعار يعني مثلا زي حي ال25 جاب سعره، وجاب السعر كمان فوق اللي على الطريق ده كله جاب اخر سعره. الأراضي هناك وصلت 3 و2 ونص و2 و100 و2 و200 ل209 وتلاتات في ال276 وانت طالع. يعني لو بنيت دور أرض وأجرته هيجيب طول العمر عشان أدفع قطعة أرض تجيب السعر ده. فالأسعار اليومين دول الناس، يعني عايزة أقول عشان الناس بتقول لك إحنا اللي بنرفع الأسعار، ده انتوا اللي بتتكلموا بترفعوا الأسعار أو المكاتب اللي بترفع الأسعار. لأ، الأسعار دي أصحابها أو صاحب قطعة الأرض دلوقتي قاعد بيجي وعارف بيطرح بيعلن أو بيدي للمكتب قطعة الارض يقول له بحالي اغلى من السوق. والله العظيم ده انا واحده من الناس بيجي لي حضرتك انت عندك القناه اعرض لي قطعه الارض وانا عايز فيها كذا، حضرتك اعلى من السوق ما انا هديك اللي انت عايزه. لا، ما اللي انت جاي مكان موثوق فيه، غيرك بيجي مكان موثوق فيه. سعر سوق ماشي اعرضها لك وتتباع، غير سعر سوق ما بعرضش حاجه شغل بره او الشغل اعلى من السوق. فالاسعار عشان الناس اللي بتبقى تشتم على بعض المكاتب، في مكاتب محترمه جدا في مدينه العاشر من رمضان على فكره كمان، بس خلي بالكوا عشان بيبقى في مثلا دلوقتي برضو يعني هو بيبقى في بعض اللعب شويه، بس دلوقتي بعد التنازلات دي الدنيا ماشيه تمام. بس خلي بالك في ورقك، عدل طب بسرعه كده الباب والشباك واخشاب، اي حاجه شغل تقيل شغل خفيف شغل عموله اي حاجه، الرقم بتاعهم اهو للتواصل. الباب والشباك والاخشاب حلوق، عايز صناعيه تركب لك اي حاجه رقمهم للتواصل. فزي ما بقول ان الاسعار دلوقتي طب الاسعار تبدا في ب 276 من 100 مليون و100. الناس اللي جاده للشراء، الناس بتكلمني عايزه اشتري قطعه ارض هدفع مبلغ واقسط الباقي لمده سنه او كام شهر. مفيش الكلام ده، مفيش حد قاعد بيبيع قطعه ارض وبيبقي جنيه عشان بيعمل لك التنازل من الصبح. بتدفع فلوسك بتروح تعمل تنازل في الجهاز. مفيش حاجه اسمها هبقي فلوس وهشتري وهبقي مبلغ وده انا هدفعه بعد كام شهر او هدفعه بعد شهرين. لا، مفيش الكلام ده، محدش بيوافق بالكلام ده، عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. بالتوفيق للجميع. اللي حابب يشتري حاجه زي ما قلت لكم للجادين فقط، الرقم في اول الفيديو تواصلوا معايا. اي استشاره واتس مش تليفون، اي استشاره واتس لو سمحتم، مش تليفون، مش هرد على التليفون عشان ضغط التليفون. فاي استشاره ابعتولي واتس برد عليكم. دي مجاوره واحده اهي فيها نسبه مباني كويسه، لكن انا اسكن دلوقتي لسه طبعا بدري، مفيش كهرباء، مفيش حاجه تخدمني دلوقتي في الاحياء دي. زي ما انتم شايفين كده اهو الدنيا زي ما هي كده، الناس لسه بدأت تبني، لسه نسبة مباني قليلة. والحي ال 22 في وشكم اللي هناك دوت برضو نسبة مباني قليلة، بس ممكن نتكلم من بعد سنة سنة ونص سنتين يبقى في سكن ان شاء الله. اول ما الاحياء دي تشتغل اللي فيها الاسكان الاجتماعي دوت سنة كده ولا سنة ونص او سنة بالكتير ان شاء الله هتلاقوا السيرفيس بدأ يشتغل بعد سنة ولا شوية كده، اول ما الناس بس تسكن. بس مش هيشغلوا السيرفيس الا لما بيسلموا المدارس بقى ويسلموا الحي ان هو يبقى فيه نسبة مساكن كويسة او اسكان كويسة. فده ممكن يكون معانا سنة او سنة ونص تقدر تسكن في الاحياء الجديدة دي. بالتوفيق للجميع. في اسئلة اكتبوا في الكومنتات هرد عليكم في الاسئلة. طبعا في اراضي هنا بتبدا برضو في حاله 22 في اراضي بتبدا من مليون 100 مليون و50، في ال 24 مثلا مليون 150، في اراضي واسعار كتير من 209. كل حي بيختلف عن التاني. الاسكان اللي هناك دوت الحي ال 22، الاسكان اللي قدامي دوت بقى الحي ال 22. بالتوفيق للجميع، حطوا لايك.